انا القناه دي عاملها عشان ادردش معاكم في الافلام والمسلسلات الحلوه اللي تتشاف ونستمتع بيها. ولو في حاجه وحشه ولا نص كم اقول لكم من بدري بلاش تضيعوا وقتكم فيها. وفيلم حسن المصري لاحمد حاتم، ومع كل احترامي لكل صناعه، فيلم ما تضيعش وقتك او فلوسك عليه. لايك وسبسكرايب للقناه لاول مره تشوفني، ويلا بينا بقى على مراجعه الفيلم. فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم ومجموعة متنوعة من الممثلين المصريين واللبنانيين، زي ديمان بو عبود، مراد مكرم، لينا صوفيا، وفريال يوسف. وقصة الفيلم لا حول ولا قوة إلا بالله. قصة القصة كانت لنورة لبيب، وسيناريو الحوار قال لا هو كان في سيناريو وحوار كمان. سيناريو الحوار لسمر طارق، والإخراج لسمير حبشي. وخليني في الأول كده أقول لكم إيه هي قصة فيلم حسن المصري وباختصار. القصة هي عن شاب شغال في الحراسات الخاصة، بيحاول ينقذ واحدة اسمها نادية من إيد ناس خاطفينها، واللي خاطفينها دول عصابة خطيرة بتتاجر في السلاح. فبنشوف في خلال أحداث الفيلم خوف حسن ومحاولته لتحرير نادية من إيد العصابة دي، وإزاي شاف فيها حد عزيز وغالي عليه خلاه مش قادر يبعد ويسيبه من الموضوع، لأ ده يخاطر بحياته علشان ينقذها. وخلينا ندخل بقى سريعا على رأيي في الأداءات التمثيلية في الفيلم ده، واللي هقول عنها باختصار شديد إن كل الممثلين ما عدا أحمد حاتم اشتغلوا في الفيلم ده بنص مزاج، كلهم متوسطين أو أقل من المتوسط كمان. أحمد حاتم الوحيد بالنسبة لي اللي كان أداؤه حلو، وله كام لحظة درامية كده بيوريك فيهم إنه ممثل كويس وعنده اللي يقدر يثبت بيه جودته. لكن الاختيارات يا عزيزي، اختيارات احمد حاتم عليها علامات استفهام كتيره، لان من ساعه نزول فيلم الهرم الرابع وانا مش فاكر له حاجه علقت مع الناس. معظم اختياراته بعد الهرم الرابع فيها خلل ما، وانا زعلان عليه بجد انه بيضيع وقته في اعمال زي دي. ومحدش يقول لي مشكله ورق، اللي عاوز يعمل حاجه مختلفه وتسيب علامه عند الناس هيدور وهيتعب عشان يلاقي كاتب محترم عنده قصه مكتوبه صح وليها رساله واضحه. لكن جو اننا عايشين في الكافيهات ال 24 ساعة ونجيب صاحبتنا تكتب وصاحبنا ده يخرج، فمش هتلاقيه له اي صدى ولا هيتحسب وجودك، وهيبقى وجودك زي عدمه. تاني حاجة بقى شفتها كويسة إلى حد ما في الفيلم ده كان الإخراج. فمشاهد الأكشن مثلا كانت جيدة إلى حد ما، لأن في مشاهد أكشن بصراحة كانت عرة. أما بقى مشاهد التفجيرات فالله حليم ستار. وخليني هاد أحسن، عشان لو فقدت هدوئي أنا ممكن أخدكم غسيل ومكوى على الصناعة اللي انتم ممرمطينها معاكم دي. فخليني هاد أحسن. والله كنتوا ركزوا على مشاهد الطبيعة في لبنان أكتر شوية من كده، وسيبكم بقى من التفجيرات والكلام الفاضي ده. ده انتم أخدتم شوية لقطات في لبنان حاجة بصراحة ممتعة للعين. أنا هنجز في موضوع الإخراج ده، وأي فيلم ليا أروح أصوره في لبنان بعد كده. إيه العسل ده؟ خلينا نرجع للفيلم، واحب اقول لكم ان كلامي اللي فات ده كان عن ايجابيات الفيلم. اه والله شفت الايجابيات بتاعتنا حلوه وجميله وما بتتحسش ازاي. ونيجي بقى للسلبيات. الفيلم كله خدوه كده على بعضه وقولوا عليه وحش هتمشي والله. قصه متوقعه بشكل يضايق، انت ناقص تقول الكلام اللي لسه ما اتقالش قبل اي ممثل ما ينطقه. والحبكه في الفيلم مضروبه بالنار. فيلم ساعه ونص يا بشر، ولا اللي جنبي في السينما من الملل قال لي لما يخلص ابقى صحيني لو سمحت. انتوا بتستهبلوا والله. والواد ده بجد جاي مشوار للسينما ودافع تذكره ودخل واتفرج على نص الفيلم معايا، ومن الملل قرر ينام احسن له. انا في حد في القاعه كان كل شويه بيصدر بعض الاصوات اللي بتخرج من الزور تعبيرا عن اللي جواه وجوانا كلنا والله. ايه ده يا رجاله؟ انتوا ما عندكمش غير الكليشيه اللي بانيين عليه كل لحظه في ده فيلم؟ ايه يا جدعان؟ ده الواد كان هيجيله احتقان في زوره من كتر تعبيره عن الاعتراض. بس خليني مؤدب وهادي عشان ما سمعهاش ليكم انا كمان يا صناع العمل المحترمين. انا زهقت بشكل شخصي من كتر الاعمال اللي بتبقى قصتها كويسه لكن بتتكتب بشكل زي الزفت، فبيطلع العمل اهبل وملوش لازمه. ده ايه ده يا اساتذه؟ مشاكل جيل التيك توك مثلا؟ اخرة المؤلف يكتب سطرين كويسين ويبني عليهم اي هبل بعد كده وهوب بقى معايا سكريبت. هنعمل تلت ساعه في اول الفيلم جيده الى حد ما، وبعدها هنهرج باي كلام فاضي المهم نملى الساعه ونص. ده ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ يا حبيبي انت وهو انا داخل فيلم اكشن، ايه اللي انا شفته ده؟
ويعني ايه بتفتح على نفسك خطوط دراميه في الفيلم وما بتقفلهاش؟ طب فتحت امها ليه؟ استغفر الله العظيم. انا مش عاوز اتعصب. رستخ رستخ يا زكي يا رستخ. انا كتبت المراجعه دي مرتين علشان اول مره كنت طايح وده ما كانش عاجبني، فانا مش عاوز اتعصب تاني. والله بحاول التزم بالقواعد الشخصيه في كتابتي لاي مراجعه، لكن الاعمال النص كومي دي ما بقدرش التزم فيها بتقديم مراجعه نقديه زي الكتاب ما بيقول، لان صناع العمل نفسهم بيهزروا. هاخدهم انا على محمل الجد ليه؟ انا افتكرت وانا بتفرج على الفيلم ده افلام زي خارج عن القانون لكريم عبد العزيز ومسجون ترانزيت لاحمد عز، افلام بقالها اكتر من 15 سنه. زعلتني قوي على الحال اللي احنا وصلنا له دلوقتي، وان حسن المصري بيتقال عليه فيلم اكشن، وان افلام عدى عليها 15 سنه واكتر كانت بالقوه والكفاءه في تقديم الاكشن والقصه بشكل فعلا حلو ويفضل شدك من اول الفيلم لاخره. عموما انا بقول كفايه كده على فيلم حسن المصري، واللي تقييمه له هو 4/10، وانا كده كرم والله. كمان لايك وسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. شكرا لحضراتكم على المشاهده، ونروح نقيس الضغط بقى كلنا. سلام.